علشان تاكلي حاجة حلوة زي كده انت واسرتك في اي مكان بره البيت بمبلغ محترم. النهاردة هنعمل حاجة حلوة فخمة بدون فرن ولا فرهدة ولا عجن. هنعمله ساقع ومنعش ولذيذ وبأقل كتير من نص تمنه اللي هتدفعيه بره. تابعي الفيديو للنهاية علشان تشوفي خطواته السهلة جدا. بس اذا كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديدة. في البداية هحتاج كيلو من الحليب، والحليب هنا يكون فاتر بحرارة الغرفة مش سخن، او يكون ساقع مش مشكله، لكن ما يكونش سخن اهم حاجه علشان ما يكلكعش اي حاجه معايا. هنزل بمعلقتين من النشا ومعلقتين من بودره الكاسترد، وهنا بستخدم معلقه واحده بعاير بيها كل حاجه. يبقى معلقتين من النشا ومعلقتين من بودره الكاسترد ومعلقتين من الكاكاو الخام الغير محلى. وهنا بستخدم كاكاو نوع نظيف، نوع كويس، الكاكاو الاسباني، او نوع اكون انا بستخدمه من زمان او عارفاه واثقه فيه. معلقتين من نفس المعلقه اللي بعاير بيها. 4 معالق من السكر بنفس المعلقة برضو. تمام كده. واخر حاجة معلقة من قهوة سريعة الذوبان، ودي بتدي طعم حلو او تست حلو للشوكولاتة او بتعزز طعم الشوكولاتة. تمام كده، الموضوع مفيش ابسط منه. هقلب بقى كل الكلام ده تقليبه مش اقل من 3 دقايق علشان الكاسترد والنشا يدوبوا كويس، لان هيبقوا متكلكعين في القاع. في قاع الحله بتاعتي. لا، هبدا ان انا اقلب كويس قبل ما ارفعه على النار، وانا مش هرفعه على النار دلوقتي. هقلب 3 دقايق مش اقل من كده. زي ما احنا شايفين خلاص كده كل المكونات دابت معايا. هحطه على جنب بقى، مش هرفعه على النار دلوقتي. هبدأ بقى اجيب بولة صغيرة وانزل فيها بنص كوباية من الكريم شانتيه الخام الغير محلى، وهنزل عليها بنص كوباية من المية ومعلقتين من السكر، وخلاص كده. هبدأ بقى ان انا اضرب الكلام ده لغاية ما يتماسك معايا كويس جدا، لغاية ما اوصل لمرحلة اني اقلب الطبق. خلاص هو كده تماسك. هنا بقى تمام. هحطه في التلاجة لغاية ما اشوف هعمل ايه. هجيب بقى الكاسات بتاعتي اللي انا هعمل فيها، وهجيب معايا بسكوت سادة عادي جدا، بسكوت اي بسكوت، اي نوع بسكوت سادة للشاي. وهكسر كام بسكوتاية في كل كاس معايا او كل طبق، بس تكون طبقة خفيفة من البسكوت علشان انا هعمل طبقة تانية من البسكوت. كده تمام. الخليط اللي انا عملته ده بقى هبدأ ان انا ارفعه على النار. ارفعه على النار بقى على نار متوسطة، واقلب فيه. انا مش هسيبه خالص، لازم اقلب فيه طول ما انا واقفه. هي 6 7 دقايق هلاقيه تماسك. لازم ايدي تكون شغاله فيه. اول ما احس ان هي يبدا يتماسك هنزل بمعلقه من الزبده، وانا ما كانش عندي معلقه من الزبده حطيت معلقه سمنه بلدي برضو بتعزز الطعم. وهقلب لغايه ما الاقيه تماسك معايا. اهو شايفين كده القوام بقى مظبوط وتمام، لا هو تقيل خالص زي المهلبيه ولا هو خفيف قوي وسايل قوي. بصوا، بصوا السمك لازم يطلع بالمنظر ده. لو تقل معاكي وبقى مكلكع ممكن نضيف شوية حليب، لكن لو خف معاكي بتستني شوية على النار هيتقل لوحده. لازم يتقل بالكاسترد والنشا، لازم يتقل. فانا عايزه اوصل للمرحله دي. تمام كده. وهو سخن بقى، وهو سخن لازم انزل بيه وهو سخن على البسكوت بتاعي. هبدأ بقى ان انا اعبي كاس كاس وطبق طبق بطبقة برضو مش كبيرة. مش هحاول املى الكاس للاخر علشان هعمل نفس القصة تاني بسكوت تاني. هملى بقى كل الاطباق. لما بينزل الخليط وهو ساخن على البسكوت بيلينه، بيبقى بعد كده ريحته جميلة. بودنج حلو خالص ساخن مع البسكوت بيبقى مدي ريحة جميلة. هبدأ بقى ان انا اعمل طبق تاني من البسكوت زي ما احنا شايفين كده. طبقة من البسكوت على الوش لغاية ما املى كل الاطباق. ودي الطبقة الأخيرة اللي بضيفها من البودنج الساخن. خلاص دي الطبقة الأخيرة معايا. شايفين ريحته جميلة جدا من غير ما أعمل فيه أي حاجة، هو ريحته جميلة كده. وهنا بقى هبدأ إن أنا أدخله التلاجة من 2 ل3 ساعات، بس أهم حاجة مش أقل من 2 علشان يتماسك ويترابط. طلع بقى من التلاجة متماسك جدا. هبدأ بقى إن أنا أزينه بالكريم شانتيه اللي احنا عملناه، روزيتات كده حلوة في النص، بتدي شكل جميل جدا وبتدي طعم جميل جدا. عايزه اقول لكم ما فيهوش سكر غير 4 معالق سكر بس اللي احنا اضفناها، والمعلقتين للكريم شانتيه. يعني كل القصه 6 معالق سكر بس. حابه تقللي عن كده تمام، حابه تكتري عن كده تمام، برضو براحتك. السكر ده على حسب الرغبه.
هنا بقى معايا بار شوكولاته، ومعايا المبشره اللي شبه اللي زي بتاعه جوزة الطيب كده، اللي بنبشر بيها جوزة الطيب. هبشر بيها حاجه بسيطه كده على كل روزيتا، ازين بيها شكل الروزيتات بس، حاجه بسيطه على كل واحده زي ما احنا شايفين كده، بس بتدي منظر جمالي حلو جدا. وهنا بقى كان عندي حبه بندق، جرشتهم عملتهم مجروشين كده، وابتديت ان انا اوزعهم على الاطراف، بيدي شكل جمالي وطعم رائع مع الشوكولاته. مش كل الناس عندي بيحب البندق، فانا مش هحط لكل الاطباق، هحط لعدد معين بندق والعدد التاني لا. لو عندك مكسرات، اي نوع مكسرات، فول سوداني، جوز هند، اي حاجه بتحبيها حطيها على الاطراف، هتطلع جميله جدا في الطعم. عايزه اقول لكم حتى من غير مكسرات خالص ومن غير كريم شانتيه، البودنج نفسه مع البسكوت وهم يا جماعه وهم. تعالوا بقى ندوق ونشوف الجمال ده. شايفين الطبقات البسكوت مع البودنج، ريحتها متخيلينها، ريحتها فظيعه. كمان البودنج عندي غني بالشوكولاته مع القهوه، مدي طعم رائع لذيذ، واخر لذيذه بجد بدون مبالغه. شايفين بقى الجمال؟ عملنا كده تحليه بارده في الصيف الحر ده بمقادير معظمها في بيوتنا. بشجعكم جدا جدا تجربوها لاولادكم وضيوفكم، حقيقي منعشه ولذيذه في الصيف، سهله جدا وناجحه من اول مره. اوعدك لو عملتيها هتدمنيها انت واولادك. اتمنى تنول اعجابكم، ولو وصلتم لغايه هنا ما تنسوش اللايك والشير لكل الناس اللي بتحب الحاجه الحلوه البارده. ولو كنتم ما اشتركتوش لغايه دلوقتي، انزلوا اشتركوا وفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديده. خلصت وصفتنا، انتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراوله. شكرا ليكم ولمتابعتكم.